عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني 2025 مع قناتكم قناة نسر اللغة العربية، والنموذج الاسترشادي الرابع من ملخصكم المفضل ملخص الأضواء 2025. الفصل الدراسي الثاني 2025. أبناء الأعزاء طلاب الصف الأول الإعدادي، مرحبا بكم مجددا، والنموذج الاسترشادي الرابع. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. بداية ابن العزيز، قبل ما نبدأ طبعا النموذج الاسترشادي، قد تم تكريم أوائل مسابقة نسر اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، وإليكم بعض الصور طبعا مع نسر اللغة العربية مستر محمد سمير وتكريمه. طبعا إن شاء الله هنعمل مسابقات أخرى على مستوى الجمهورية، والطالب إن شاء الله اللي هو بإذن ربنا يكسب معانا نكرمه بإذن الله مثل هؤلاء الطلاب. طبعا نبدأ. نص الاستماع ابن العزيز، طبعا اقرا لك النص عشان نجاوب مع بعض. وطبعا النموذج الرابع: وبذلك كان على الشيخ محمد عبده أن يواجه مشكلة الإصلاح في شتى النواحي، وقد وجد من الضروري أن ينظر إليها بوصفها مشكلة اجتماعية. لقد كان الشيخ عبده يعلم علم اليقين أنه لكي يتحقق الإصلاح يجب أن يبدأ خطواته الأولى من الفرد. يبقى عشان الإصلاح يبدأ من الفرد. ولقد وجد أساس هذه الفكرة في كتاب الله، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد طبعا في هذه الآية التي أصبحت شعار تلك المدرسة نجد أن نفس الفرد هي العنصر الجوهري. يبقى نفس الفرد يا ابني هي عنصر الجوهري في طبعا حل مشكلة المشكلة الاجتماعية. فكيف نغير هذه النفس؟ من كتاب مشكلات الحضارات، مالك ابن طبعا نبي. دي يا جماعة النص أو اللي هو نص الاستماع. تعالوا نشوف الإجابات بقى ونشوف الأسئلة معانا. ركز مع نسر اللغة العربية يا ابني، وما تنساش تشترك في قناة نسر اللغة العربية بنت العزيزة وابن العزيز، وتنشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر الفيديو ونشر العلم فيه خير كثير. اختر الإجابة الصحيحة. معنى يواجه طبعا يقابل. العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتماعية، طبعا السؤال الثاني هو نفس الفرد زي ما ذكر النص اللي هو نص الاستماع. بعد كده أكمل السؤال الثالث: ننظر إلى مشكلة الإصلاح كما رأى الشيخ محمد عبده بوصفها مشكلة اجتماعية. مشكلة اجتماعية. 4 نقط. هو أول خطوات الإصلاح طبعا الفرد يا جماعة، هو أول خطوات الإصلاح. طبعا السؤال الثاني الإملاء هيمليك طبعا زي ما ولي الأمر يمليك وأنت تشوف درجتك في الإملاء. طبعا السؤال الثالث النص المعلوماتي. السؤال طبعا متحرر المحتوى، اقرأ ثم أجب. لماذا تريد أن تبدأ مشروعك الخاص؟ إذا كانت الإجابة عن حلم الثراء السريع، لأنك تشاهد رواد الأعمال في البرامج التلفزيونية وهم يركبون السيارات الفاهرة ويصرفون أموالهم ببذخ، وتريد أن تكون واحد منهم، فاعرف أن الإخفاق هو مصيرك. فريادة الأعمال ليست مسحة، ورائد الأعمال يجب أن يمتلك. طبعا يا رجل الأعمال عشان يبقى رجل أعمال ناجح يجب أن يمتلك القدرة على التعامل مع الضغوطات والصعوبات المستمرة والمناورة، دي 1. والقدرة على تطوير الوعي الشخصي، 2. ومعرفة أوجه القصور في شخصية أو مشروع، 3. اتخاذ قرارات عمل ذكية والتخطيط المسبق لكل الأعمال، 4. القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات بنجاح، 5. دي من مقال هل أنت رائد أعمال ناجح؟ كيف ومتى تبدأ مشروعك الخاص لأمل محمد. السؤال السابع بعد اختيار الإجابة الصحيحة: معنى الإخفاق يا جماعة الفشل. مضاد بذخ طبعا 1 طبعا بيصرف ببذخ، عكسه يدخر. بعد كده السؤال الثامن: ريادة الأعمال ليست طبعا مسحة. ريادة الأعمال ليست مسحة، ده زي ما قال اللي هو النص زي ما احنا شايفين يا جماعة.
أجب عمال. السؤال التاسع رائد الأعمال يجب أن يمتلك القدرة على تنفيذ استراتيجياته بنجاح. ديتي السؤال التاسع. السؤال العاشر متى يكون الإخفاق مسيرك كما فهمت؟ عندما تنظر وتريد أن تكون واحد منهم من رجال الأعمال وأنت طبعا لا تمتلك القدرة على التعامل مع الضغوطات والصعوبات المستمرة والمناورة والقدرة على تطوير الوعي الشخصي ومعرفة أوجه القصور. طبعا السؤال 11 اختر مجموعة من العناصر تعينك أو تعين الشباب المبتدئ في عالم ريادة الأعمال. طبعا أول حاجة يا ابني امتلاك طبعا القدرة على التعامل مع الضغط. 2 تطوير الوعي الشخصي. 3 التخطيط المسبق لكل شيء. السؤال الرابع النص الأدبي متحرر المحتوى اقرأ ثم أجب. لم يحدث من قبل أن لجأ جيش النظام إلى عتاده وعدته وأنظمة شفراته المعقدة والمطورة إلى لغة اعتمدت عبر مئات السنين على النقل والتواتر الشفهي. بمعنى آخر لا توجد سجلات تمكن أحدهم من دراستها وفهم أبجدياتها وترجمتها. يقول أحمد إدريس 3 أشياء صنعت العنصر طبعا إضافة إلى إرادة الله هي أو صنعت النصر دهاء وحكمة الرئيس السادات في خطة الحرب والتمويه الذي سبقها وفكرة خراطيم الماء التي أسقطت خط الريف التي اقترحها الراحل اللواء مهندس باقي طبعا زكي يوسف وفكرتي باستخدام اللغة النوبية شفرة لرسائل الجيش وتعليماته. طبعا الشفرة النوبية كلمة السر في حرب أكتوبر مدحت سليمان. سؤال 12 بعد اختر الإجابة الصحيحة المعقدة يا جماعة اللي هي الصعبة جمع فكر. سؤال 14 علاقة قولي دهاء وحكمة الرئيس السادات بما قبلها. طبعا ده بيفصل تفصيل بعد أجمل وبعد كده فصل. ضع علامة صح من العبارة الصحيحة علامة خطأ أمام العبارة الخطأ. لجأت جميع الجيوش المنظمة المنتصرة إلى استخدام اللغة النوبية. طبعا إجابة خطأ هو القوات فقط. من أسباب النصر 16 اقترح الرئيس السادات فكرة خراطيم الماء لإسقاط خط بارليف. طبعا يا جماعة كانت فكرة اقترحها اللواء مهندس باقي زكي وليست محمد أنور السادات. الإجابة خطأ. سؤال 17 الاعتماد على اللغة النوبية التي لا توجد لها سجلات يدل على دهاء وحكمة السادات. سؤال 18 ما طريقة بناء النص التي اعتمد عليها الكاتب؟ طبعا طريقة السرد. وكيف طبعا نستدل على ذلك أنه طبعا يقول طبعا زي ما احنا هو بيقول هو بمعنى آخر وثلاثة أشياء كل هذه طبعا طريقة الحكي والسرد. ما الدليل على تميز الجيش المصري عن الجيوش الأخرى؟ التوحد والرباط والإرادة والعزيمة. ابن العزيز السؤال الخامس النص الشعري متحرر محتوى للعلم أهل لهام الفضل تيجان والدين حسن وهم للحسن أركان أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساسان بالعلم في الناس أحيان وإن كبروا لا يعتريهم مدى الأزمان نسيان يسير ذو العلم والأنوار تقدمه لأنه بجمال العلم مزين بجمال العلم. السؤال طبعا 20 بيبدأ ويقول بما وصف الشاعر كل من آل العلم والدين. آل العلم شغالهم بالتيجان متوجين. في البيت الثاني الدين طبعا في البيت الأول الدين وصفه بالحصن. اختار السؤال 21 الفكرة العامة للأبيات هي منزلة العلماء. حدد من الأبيات تشبيها ثم اشرحه. الدين حصن. السؤال السادس يا جماعة القواعد النحوية اقرأ ثم أجب. سحر الزمان وقدسية المكان يتعانقان. طبعا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون معا حال منصوب بالفتحة من ثوابت العربية معا دي في حي مصر القديمة. حيث بنيت طبعا يا جماعة الفعل بني مبني للمجهول. الكنيسة نائب فاعل مرفوع بالضمة المعلقة نعت مرفوع بالضمة بجوار جر ومجرور جامع مضاف إليه وعمر طبعا مضاف إليه أيضا بن العاص طبعا بن نعت والعاص مضاف إليه. وهذا يؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء بس فقد جعل يا جماعة من الأفعال في التحويل بينصب مفعولين. الله طبعا فاعل أبناء مفعول به ومصر مضاف إليه مترابطين مفعول به ثاني منصوب بالياء. اليوم القيامة جر ومجرور مضاف إليه. ولا يستطيع نفي فعل مضارع مرفوع بالضمة أحد فاعل تفريقه مفعول به. فمن يحاول ذلك جاهدا طبعا جاهدا حال يفشل فشلا ذريعا. سؤال 23 علامة إعراب الفعل يتعانقان. طبعا يا جماعة ثبوت النون. الفعل جعل طبعا متعدي لمفعولين. صورة نائب الفاعل في الواردة طبعا الكنيسة هتبقى اسم ظاهر. السؤال 26 عانق الولد صديقه. ابن الفعل المجهول عونق الصديق. طبعا 27 ظننتكم غافلات عن الموعد صواب الخطأ قول ظننتكن لأن نون النسوة غافلات طبعا مفعول به ثاني منصوب بالكسرة عن الموعد جر ومجرور. حضر نقط المجتهد أكمل بمنعوت معرف بالإضافة يبقى طالب العلم. لو عاد أقول حضر الطالب المجتهد لكن هو أكد بمعرف بالإضافة أو طالب العلم.
المجتهد. السؤال 29 يا جماعة، اكتب الجملة الآتية بخط النسخ وخط الرقعة. طبعا في الكون مخلوقات كثيرة تدل على قدرة الله. طبعا انت بتكتب بخط كويس. السؤال بعد كده يا جماعة، اكتب تقرير عن رحلة قمت بها مع أسرتك في أحد الأعياد مع الالتزام بعناصر التقرير. عنوان، مقدمة، ملاحظات، استفادة الشخصية والتوصية ببعض الكلمات. يتراوح بين 100 إلى 120 كلمة. تعال نشوف ملخصنا برضو، ملخص الأضواء. آدي رحلة يا جماعة هيتي، وادي تقرير رحلة. نموذج تطبيقي. ابن العزيز طبعا العنوان، تقرير عن زيارة إلى أهرامات الجيزة. المقدمة، في يوم الاثنين الموافق 20/11/2024 نظمت مدرسة، طبعا بقى نظمت أسرتنا رحلة إلى الأهرامات الجيزة ليعرف طبعا أفراد الأسرة أكثر عن حضارة بلادهم العظمى. تجمعنا أمام الباب الرئيسي طبعا، ومعنا طبعا المعلمون والمعلمات، طبعا الأب والأم للإشراف علينا. وانطلقنا جميعا بالحافلة متحمسين ممتلئين بالطاقة والنشاط. المشاهدات والملاحظات، عند وصولنا وقفنا صفا أمام البوابة الرئيسية ودخلنا واحدا واحد بكل انتظام. وبعد ذلك اصطحبنا الأب طبعا بدل معلم الدراسات ديتي في جولة تفصيلية داخل منطقة الأهرام. فشاهدنا الأهرامات الثلاثة الشامخة، أحد عجائب الدنيا السبع بأحجارها الضخمة وشكلها الهندسي المميز. وأخذ المعلم طبعا وأخذ الأب يشرح لنا تاريخ بنائها والأمور المثيرة للإعجاب فيها. ورأينا السياح ينظرون إلى تلك الأهرام بكل فخر وانبهار ويحرصون على التقاط الصور التذكارية بجوارها. وبعد ذلك وقفنا عند أبي الهول، ذلك التمثال العجيب الأكثر شهرة الذي يحتوي صفات مشتركة بين الأسد والإنسان، وتشعر وأنت ترى بأنه شاهد على عظمة تلك الحقبة من التاريخ. طبعا الاستفادة، أرى أن الجزء الأفضل في الرحلة كان معرفتنا تاريخ بناء الأهرامات ومشاهداتنا عظمة بلادنا، تتجسد في إعجاب الزوار من المصريين والسائحين بما يمرون، كما أن انتشار المرشدين لمساعدة الزوار أمر مبهر يساعد على رحلة الزوار وتحقيق المتعة الكاملة لهم. أدركنا من خلال هذه الرحلة المثيرة الحضارة العريقة والأصيلة لبلادنا وشهرة معالمه في البلاد والدول الأخرى، وحرص الجميع على زيارته، كما عرفنا الأسباب الكامنة وراء مقولة مصر أم الدنيا أو مصر أم الدنيا. إبداع رأيي، كانت رحلة ممتعة وثرية للغاية، فقد جمع بين الترفيه والتعليم وبين النظرية والتطبيق التوصية. وأوصي بتنظيم مثل هذه الرحلات لتوسيع معرفة الطلاب بتاريخ بلادهم وحضارتهم الأصلية. طبعا التوصية المستقبلية. طبعا ابن العزيز لو احنا تطرقنا إلى كتابة تقرير الرحلة، طبعا عندنا عشان تبقى عارف ابن العزيز وتركز قوي، اللي هو طبعا اما نيجي نكتب تقرير الرحلة، أول حاجة هي إيه تقرير الرحلة؟ هو عرض معلومات وتفاصيل عن الرحلة قمت بها إلى مكان ما لزيارة والتجول فيها، وتكوين فكرة عامة عنه وعن محتوى. خطوات كتابة تقرير الرحلة: عين المكان الذي زرته وتودي الكتابة التقرير عنه. طبعا ثانيا كتابة التقرير، أول حاجة العنوان، تاني حاجة المقدمة، المكان والزمان ومنظم الرحلة، لمن المدعو الرحلة، السبب، كيفية الوسيلة، مشاهدة والملاحظات اللي هي الوسيلة. عندنا طبعا الاستفادة التي نتجت عن القيام بالرحلة. بعد كده الخاتمة، إبداع الرأي والتوصيات المستقبلية. طبعا ده كله ابن العزيز عملناه في تقرير. وعندنا برضه اهوتي اسيب لك دي طبعا ابن العزيز اهوتي ادي برضو كتابة تقرير رحلة عن مكتبة الاسكندرية. انت تطلع منها ايه الاسئلة اللي هي جاية ديتي، هتطلع العنوان، تطلع المقدمة، مشاهدة وملاحظات، الاستفادة، ابداع الرأي، والتوصيات المستقبلية. طبعا ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناة مصر اللغة العربية وتشارك الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. وابن العزيز وبنت العزيزة طبعا إن شاء الله على موعد آخر مع النموذج الاسترشادي الخامس هنحله مع بعض بإذن الله مع قناة مصر اللغة العربية في القريب العاجل إن شاء الله. ما تنساش ابن العزيز طبعا تبين لي الحاجات اللي قلت عليها هنا، العنوان والمقدمة من خلال ادي لقطة الشاشة تاخدها وتبدأ تحل وتكتب لي في التعليقات. أشوفكم طبعا على خير دايما في سعادة وهناء مع قناتكم قناة مصر العربية. دمتم في رعاية الله وأمنه، وصلوات الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.